صحيح وتنجح بعلامة ممتازة، ما تنجح عند الحد. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. ما بس يا رب فوت الجنة، يا رب انجح، لا، يا رب كون من المتميزين. ما بتكون من المتميزين إلا إذا أحسنت بالعمل. ربك بيعطيك علامة، ولما تشوف حياتك عم تتعسر بشكل معين، أو عم يفرز الناس حواليك، أو بتلاقي حالك ما عدت صاحب الشغف القديم، لكن في نوعية بعملك ما كانت من قبل، فتأكد أن الله يهيئ لك طريقا لا تراه أنت. لذلك في أول سورة البقرة الله تعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تلاقي حياتك واقفة عند لحظة معينة، ولكن مؤمن أنه هاللحظة أنا مكاني هون يا رب، أنا راضي يا رب. عم تبكي لكن أنت عارف أنه الأمور صح، أنت قلبك بده شغلة وعم يحترق عليها، ولكن رب العالمين عالم أنك إذا أخذت هالشغلة بهاللحظة هاي رح تخرب بين إيديك. لذلك عم يعلمك التروي، عم يعلمك الهدوء، عم يعلمك عدم التعلق إلا في سبحانه وتعالى. لذلك تسكن إلى قضائه وإن لم تكن في حالة رضا تام عنه، تشعر أنه هذا الصح حتى أنا لو ما كنت راضي عنه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اللي عليه، ذهب إلى أهل الطائف ودعاهم للإسلام وضربوه بالحجارة وأدميت قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فعندما خرج منها ما قال يا رب ليش هيك عملوا فيني، أنا رسولك، أنا نبيك، شلون بيظلموني بهالطريقة؟ لا، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. بيشرح حالتك بالضبط، ضعف قوة، قلة حيلة، هوان على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ لمين عم تتركني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ دعاء عم يشرح حالتك هلأ بالضبط. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب مدام أنت رضيان معناتها أنت شايف شيء أنا ماني شايفه، فخلص أنا راضي حتى لو كنت مدمى، لو كنت تعبان، لو كنت موجوع، لأني عارف إنك شايف شيء أنا ماني شايفه، مؤمن بالغيب، وإنك عم تعبد لي وتهيئ لي الطريق وعم تيسر لي أمور أنا ماني شايفها هلأ، ولكن بعدين رح أشوفها بإذن الله. فجاء إليه ملك الجبال وقال أطبق عليهم الأخشبين، يعني على أهل الطائف، عسى أن يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله، وقد كان. فجاءوه فيما بعد مسلمين وتحقق له ما ذهب إليهم من أجلهم. لذلك طول بالك، بده رواء وبده صبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فبعد ذلك جاءت الآية لتقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل ما تلاقي حالك بحالة استضعاف تذكر هذه الآية، وأن رب العالمين بيوم من الأيام رح يمن